أفضل الصدقات صدقة السر، لقول الله عز وجل: إن تبدوا صدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وصدقة السر أنواع، وأفضلها ما كان به الحياة مثل الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأفضل صدقة الطعام اللحم، وأفضل صدقة الشراب الماء، وأفضل الصدقة ما كان ليلا مخفيا، الذين ينفقون أموالهم بالليل فقدم ذكر الليل وعطف عليه النهار، والنهار سرا قدم السر وعطف عليه الجهر وعلانية، قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن صدقة السر أفضلها مجيء الرجل أهله ليلا، لأن ذلك صدق، في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم من وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. وقيل إنها صدقة السر، قوله: وتخفوها وإن تبدوا صدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بأنه سقي، فقال: لا يسقي أحدكم زرع غيره، والسقي أيضا من العبادات ومن الصدقات.